واش نولي فريلانسر ولا نخدم خدمه عاديه؟ اين هي فيهم اللي احسن؟ هذا الفيديو ما غاديش يكون فلسفي ولا عام. في هذا الفيديو غادي نمشيو في واحد الرحله خطوه بخطوه، لان متاكد بان غادي تقرب لك شويه الصور وتخليك تخرج بواحد الفكره واضحه على اشنو هو اللي خدام لك اكثر، واش الفريلانس ولا الخدمه العاديه. قبل ما نبداو معكم عربي مهدي مبرمج، نبغيكم ديروا واحد اللايك، كومونتير، عطونا الاراء ديالكم وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم باش تعمل فائده. اشنو هو بعد الفريلانس؟ فريلانس هو انك كتخدم بشكل مستقل وما تعرفش بشركه وحده، كتقدم واحد الخدمه ديالك لبزاف ديال الكليان وكتحدد نتايا الوقت ديال الخدمه، البلاصه فين غادي تخدم والثمن ديال الخدمه. في الجهه الاخرى عندنا الخدمه العاديه، هي انك تخدم مع شركه بكونطرا، عندك مهام وتوقيت محددين، وغالبا ما كتكون عندك واحد الخلصه الشهريه اللي هي ستابل على هذيك الخدمه ديالك. غير هو الفريلانس ما كيشوفوش ديما الناس كاملين بنفس الصوره. عندنا تقريبا كاين واحد النوع من الناس اللي كيشوف الفريلانس شوفه ايجابيه، مثلا كيقول انا نخدم من الدار، نختار الوقت ديال الخدمه اللي بغيت، ما كيتحكم فيا حتى واحد، والمدخول المادي فيه مزيان، ويمكن كاع يوصلنا للحريه في الوقت وفي الفلوس، ملي كيقول لك مثلا الحريه الماليه. وكاين نوع واحد اخر كيشوف الفريلانس شوفه ديال اتونسيون، شويه ديال الحضار تقريبا. اليوم خدام وغدا نقدر ما نلقى حتى شي كليان، ما كاين لا كونجي لا تقاعد ولا سيرونس، وهادشي كامل خصني نخلصهم من جيبي، وخاصني ديما نقلب على كليان جديد باش يبقى عندي ديما واحد المدخول اللي هو ستابل. يعني الا غادي نلخصوا هاد جوج ديال الزوايا ديال النظر على الفريلانس، عندنا الناس كيشوفوا في الفريلانس حسن لان فيه الحريه وامكانيات يدخل فلوس كثر، وعندنا ناس اخرين كيشوفوا في الخدمه العاديه شوف احسن لان فيها الاستقرار ومدخول مضمون، لان كيشوفوا فيها ستابيليت. اجي باش نختبروا هذا النمط ديال الخدمه اللي كتميل ليه انت اكثر، غادي ندوزو واحد الاختبار مجموعين، انا غادي ندوزو معكم. الهدف ديال الاختبار ماشي حكم نهائي وماشي قرار نهائي، زعما هذا القرار اللي غادي تاخذ دابا غير هو واحد الاداه اللي غادي تعاونك تعرف فين كتميل في الستيل ديال الخدمه ديالك. المهم في كل سؤال عندنا جوج ديال الاختيارات، الاختيار الاول والاختيار الثاني. اختار نتايا الجواب اللي كتحس به قريب لك ولشخصيتك واعطيه نقطه. من بعد الاختيار اللي فيه عدد النقاط كثر هو اللي كتميل ليه كثر من ناحيه الستيل ديال الخدمه. انا هنا غادي ندوز معكم هذا الاختبار، بارطاجيو معايا في التعاليق النتيجه ديالكم. نبداو. في نهار ديال الخدمه شنو اللي مناسب ليك؟ واش تحدد شنو تخدم عليه منين تبدا براسك، ولا تكون عارف البروغرام ديالك من الاول وماشي انت اللي خصك توجده؟ شخصيا انا كنختار الاختيار الاول، كنفضل نحط بروغرام راسي اللي كيماتشي طريقه الخدمه ديالي ونخدم عليه بريتم طالع بلا ما يعطيني شي واحد اطار نتبعو واللي يقدر يكون فيه الاحتمال ديال يتقلني شويه في الخدمه. ملي كيطرا لك شي مشكل في شي بروجي خدام عليه، اشنو اقرب ليك؟ واش تواجه هذاك المشكل بوحدك وتقاتل معاه راسك باش تلقى الحل، ولا كتفضل يكون عندك واحد الاطار، مثلا واحد المانتور اللي كيعاونك ويعطيك واحد الاتجاه واضح للخدمه ديالك؟ الصراحه فاش بديت التعلم كان ديما عزليا نتقاتل في الفهم قبل ما نبدا نقلب على شي واحد نسولو. يعني كنت كنفضل نواجه المشاكل بوحدي ونقلب على مراجع راسي اللي غادي يعاونوني في الحل. عاد من بعد الا تسدوا عليا كاع البيبان كنقلب على اما في منتديات اما الناس كنعرفهم يعاونوني. نفس هاد العقليه بقات عندي حتى في الخدمه، يعني الاختيار اللي كنعزل انا هو الاول. كيفاش كتعامل مع الضغط؟ واش كتقبل ضغط كبير الا كان القرار بيدك، ولا كتفضل ضغط اقل مع استقرار اكثر؟ في البدايه ديال الكارير ديالي كنت ديما كنفضل ضغط اكثر وديما تشالنجز جداد، لان كان الهدف ديالي هو نتعلم اكثر. ديك لادرينالين ديال الضغط هي اللي كانت الحافز ديال التعلم عندي. ومن بعد مورا سنوات ديال الخدمه ومع المسؤوليات وليت كنفضل ضغط اقل مع استقرار اكثر. ملي كتكون بوحدك في شي مهمه في شي بروجيكت، واش كتكون مرتاح حيت تحس بالتحكم حيت انت مسؤول، ولا كتحس ان الدعم مهم باش تخدم مزيان وتزيد لقدام في ديك المهمه؟ انا شخصيا كنرتاح نبني واحد السيستم اللي نكون فيه ضابط المتغيرات وناخذ المسؤوليه عليه، لان في هذه البيئه كنعطي اكثر وكيكون الاثر ديالي في المشروع اكبر. دونك كنكون مرتاح اكثر حيت نحس بالتحكم حيت انا هو المسؤول. من ناحيه التسويق والهضره على الخدمه ديالك، واش تقدر تشرح خدمتك وتدافع على القيمه ديالها بلا ما تحس براسك عييتي، ولا كتفضل شي واحد اخر يهضر على خدمتك حيت هادشي كيخوي لك الانرجي كيشفطك؟ في التجارب تقريبا كامل اللي دوزت فاش كنت خدام في شركات ولا فاش خدمت كاع راسي، كنت ديما الا كنت مآمن ايمان كبير بان هذيك الفكره ولا هذيك الاداه اللي اقترحتها في الصالح العام، يعني في الصالح ديال ديك الشركه، كندافع عليها وكنحاول ديما نبين المزايا ديالها بلا ما نحس بالعيا ولا نقول مع راسي وانا مالي، المهم مخلص اش دخلني في هذا الصداع.
دونك الاختيار ديالي هو الاول. في الامن المالي، واش تقدر تعيش مدخول ماشي ستابل الا كان عندك بلان خدام عليه واحتياطي ديال الفلوس، ولا كتحتاج راتب قار باش ترتاح وتركز؟ شخصيا في العشرينات ديالي والبدايات ديال الثلاثينات كنت كنقدر نعيش بواحد المدخول اللي ماشي ستابل، يعني ناخذ بريسك كثر في نجرب بزاف ديال الافكار. يعني الاستقرار المادي ما كانش حافز وما كنتش مبسط مع كاع راسي، كان الحافز هو نخدم على افكار جديده باش ندفع السكيلز ديالي كثر. في الاواخر ديال الثلاثينات الوجهه تبدلات، وليت كنميل كثر للاستقرار في الامن المالي لانه ولاو عندي مسؤوليات كثر. هادشي اللي خلى بان التفكير ديالي تبدل شويه. فالروتين ما كيعجبكش وكتحتاج تنويع وتبديل. الروتين كيعاونك تركز وتطور خطوه بخطوه. صراحه ما كيعجبنيش نبقى خدام على نفس الحاجه مده طويله بلا ما تخرج للوجود. اما الا خرجت للوجود هاد الحاجه ما كيعجبنيش نبقى خدام عليها غير هي بوحدها. يعني غادي تلقاني ديما خدام على شي بروجيكت ديال شي كليان، كمثال غادي نخصص ليه واحد 5 ديال السوايع في النهار، وفي نفس النهار فاش كنسالي الخدمه ديال الكليان غادي تلقاني مخصص واحد العدد ديال الساعات للبروجيكت مختلف ماشي ديال الكليان ولكن بروجيكت شخصي. في التعلم وتطوير المهارات، واش تقدر تتعلم بوحدك وتقلب على كورسات وبروجيات بوحدك وتطبق راسك، ولا كتفضل تدريب داخل شركه ولا تيم فيه توجيه ومنتورشيب؟ انا كنفضل النوع ديال الكونتوني اللي كتحكم في الريتم ديالو، الحضور ما يكونش فيه اجباري، والحافز في التعلم ما عنديش مقارنه بيئه فيها بزاف ديال الناس. الحافز في التعلم عندك يدفعوا الفضول ماشي المنافسه. في العلاقات المهنيه، تقدر تبني شبكه علاقات بوحدك في الواقع وفي السوشيال ميديا، ولا كتفضل العلاقات تبنى بشكل طبيعي في مقر الخدمه ديالك؟ غالب الشركات اللي خدمت فيهم فاش كنت خدام سالاري، ولا غالب المشاريع اللي كتجيني فاش خدمت فريلانسر، جاوني من علاقات في الخدمه ولا حتى برا الخدمه. ديما القاعده كانت عندي هي كون ناضي في خدمتك وتعامل مع الناس اللي خدامين معاك، ولا حتى المدراء معامله ديال باغي لهم المصلحه ديالهم بلا تمثيل، عن طريق تخيس خدمتك وتبارطاجي حتى المعلومه، واللي وقف عليك وعندك الامكانيه باش تعاونو. زائد الخرجه ديال السوشيال ميديا حتى هي عطاتني لاكسس لواحد النيتورك واحد اخر، يعني كنقدر نيتوركي راسي بلا مشكل. في الالتزامات العائليه من الناحيه الماديه، واش كتقدر تغامر شويه الا كان الهدف واضح، ولا كتفضل الاستقرار حيت كاينه مسؤوليات كتحتاج دخل قار؟ كنت كنغامر وبزاف، ولكن تزوجت ولدت ركبت قالات كيف ما كيقولوا لك، وليت كنغامر قل، وليت كنحسبها اكثر لانه كتولي مسؤول اكثر على الناس. الا غرقتي غادي تغرقوا معك. نتيجه الاختبار، الا كان السكور ديال الاختيار الاول غالب عندك فراك غالبا كتميل للفريلانس من ناحيه الشخصيه. هادشي ما كيعنيش بانك تولي فريلانسر دابا، ولكن كيعني بان طريقه التفكير ديالك متقبله اكثر الاستقلاليه والمخاطره وتحمل المسؤوليه. الا كان السكور ديال الاختيار الثاني غالب عندك فراك غالبا كتميل للخدمه العاديه من ناحيه الشخصيه ومن ناحيه الاولويات اللي عندك دابا. وهادشي ماشي مشكل، بالعكس بزاف ديال الناس كيتطوروا اكثر داخل اطار واضح فيه مهام محدده ودخل ستابل. ولا كانوا عندك نتائج متقاربين فراه من ممكن تناسبك الطرق الجوج. وغير للامانه، هاد النوع ديال الاختبارات ما كيعطيك غير فكره مبدئيه. المشكل هو ان بزاف ديال الناس كيدوزوا هاد النوع ديال الاختبارات وكيخرجوا بواحد النتيجه ومن بعد كيبنيو عليها واحد القرار وحكم نهائي. مثلا واحد لقى راسو كيميل للفريلانس، غادي يمشي كيخلي خدمته وغادي يدخل العالم باقي مازال ما فهموش. وواحد اخر لقى راسو كيميل الخدمه العاديه، غادي يسد على راسو الباب وغادي يقول انا ما عمرني غادي نقدر نكون فريلانسر. ولكن بصراحه مزيان نعرفوا شخصيتنا فين كتميل، ولكن هذا راه غير طرف صغير من المعادله. حيت كاين فرق كبير ما بين اشنو كيعجبنا حنايا كفكره واشنو نقدروا نديروا ونتحملوا في الواقع. كاين بزاف ديال الناس كيعجبهم فريلانس كفكره، كيعجبهم انهم يخدموا من الدار بلا بوس بلا غافي فيقوم في الصباح وبلا زحام وبلا ستريس ديال ترونسبور وبلا هذيك البيروقراطيه ديال الشركات. ولكن ملي كيدخلوا للفريلانس كيلقاو بانه كيطرحقوا ذهنيا اكثر، كيقلبوا على الخدمه، خاصهم يتفاوضوا، كيديروا الكونطابيليتي، يتبعوا مع الكليان في كونهم بوحدهم معزولين. يعني ما كيتحملوش هذيك الادرينالين وهذاك نمط الحياه الجديد. وفي نفس الوقت كاين ناس كيحتقروا الخدمه العاديه، كيشوفوها ممله ومحدوده. ولكن بصراحه بالنسبه لبعض الناس الخدمه العاديه هي احسن بيئه يطوروا فيها المهارات ديالهم، يعني المهارات التقنيه ديال هذيك المهنه بالضبط، ويبنيو تجربه مزيانه بلا ما يضيعوا الطاقه ديالهم في بزاف ديال السوفت سكيلز، التفاوض والتواصل والتسويق لراسهم خارج اطار الخدمه الرئيسيه اللي خاص يكونوا في الفريلانس.
وزيد على هذا الشيء خاصنا ننتبهوا لواحد الحاجه مهمه. كاين بعض الامور في حال التسويق، هضر على خدمتك وتنظيم الوقت وبناء العلاقات المهنيه، هادو ماشي ديما شخصيه ثابته. بزاف ديال المرات كيكونوا مهارات مازال ما تطوروش. يعني ماشي اي ضعف في واحد الجانب كيساوي انا ما نصلحش للفريلانس. يمكن غير خاصك تطور هاد المهارات اللي مرتبطه بالفريلانس اكثر. باختصار وكخلاصه، يعني النتيجه ديال هذا الاختبار غير كتقرب لك الصوره فين كتميل نتايا اكثر من ناحيه الشخصيه، وماشي هي القرار النهائي. القرار العملي غادي نبداوه بالتدريج في المرحله الجايه وفي الفيديو الجاي.